في مشهد مروع، لفظ مروض أفاعي أنفاسه بمدينة مارتيل المجاورة لتطوان، بينما كان يداعب أفعى سامة محاطة بعشرات المواطنين. ونقلت مصادر محلية أن المرفوض فقد السيطرة على الأفعى التي قضت عليه بلدغة قاتلة على مستوى اللسان، يتحول فمه إلى مجرى من الغثاء الأبيض إلى أن فارق الحياة أمام مرأى المواطنين. الخطير في الأمر أن الأفعى السامة وفور لدغها لمروضها تمكنت من الفرار نحو محيط مجمع سكني مليء بمئات السكان والزوار، وأصبحت تشكل خطرا كبيرا على الساكنة، وتسبب لدغات معظم أفاعي الخفر الألم بسرعة كبيرة، ولا تحقن جميع هذه الأفاعي السم. ولكن إذا نزل الجرح يعني هذا أنه من المحتمل جري حقن السم يحدث احمرار وتورم عادة خلال 30 إلى 60 دقيقة. يمكن أن تتأثر الساق والذراع بالكامل خلال ساعات عديدة. يؤدي التسمم الخفيف أو الشديد بأفاعي الحفر إلى تكدم في الجلد، عادة من بعد 3 إلى 6 ساعات من اللدغة. ويبدو الجلد حول مكان اللدغة مشدودا ويتغير لونه، قد تتشكل بثرات مليئة بالدم غالبا في مكان اللدغة. إذا لم يتلقى الشخص معالجا قد يتخرب النسيج حول مكانه اللدغة. تنطوي الأعراض الأخرى على حمي وقشعريرة وضعف عام وإغماء، تعرق وقلق وتخليط دهني وغثيان وتقيؤ وإسهال. وقد تنجم بعض هذه الأعراض عن الرعب وليس عن السم. قد تنزف اللثة وقد يظهر دم في القيء والبراز والبول. يمكن أن تحدث صعوبات في التنفس خصوصا من بعد لدغات أفعى مهافي المجلجلة. وقد يعاني البعض من ألم في الصدر. بعد مرور ساعات قد يعاني الأشخاص من صداع وتغيم في الرؤية